السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لسه انا عامل فيديو، بس يعني الفيديو مش عارف ما اكتملش. كنت قايل فيه كلام جميل جدا والله، بس هتكلم معاكم برضو في الكلام اللي انا عاوز اقوله على الفيديو اللي فات. يعني كنت في مكالمة كده مع صديق ليا، ربنا يمسيه بالخير، يعني كان لفت نظري لموضوع جميل جدا وحبيت ان انا اتكلم مع حضراتكم فيه. الموضوع ده عبارة عن ايه؟ الموضوع ده عبارة عن يا جماعة الحاجات اللي احنا بنقابلها في الحياة: مشاكل، ضيق، حزن. الاشخاص السامة او النرجسيين او سميهم اي اسم، انا مخنوق زيك برضه، اللي هم في القعده بيعلوا علينا وهم مش عارفين يحبونا. ملهاش تفسير تاني، مش هم مش بيحبونا، وتفرق والله. هم مش عارفين يحبونا، مش عارفين يقبلونا، كون ان هو شايف ان انت احسن منه. انت انسان بتتطور، انسان بتعرف تتكلم، انسان مجتهد، انسان بتقرا كتب، انسان عندك محتوى، انسان بتعمل اي حاجه جميله في الحياه. هو مش عارف يقبلك، فبيعمل بيحاول كل ما يقابلك يهد فيك باسلوب غير مباشر، بضحكه، بهزار، بكذا وكذا. فكنت بقول له الواحد بصراحه عانى من الحاجات دي. بقول له بص يا صاحبي، بقول له الموضوع ده، الناس اللي انت بتقابلها دي في الحياه بتبقى سبحان الله، هي الناس دي بجد بجد، ربنا يبارك له والله. الناس دي بجد هي اللي بتأهلك للمرحله الثانيه. ربنا سبحانه وتعالى بيجيبك في الحياه وبيخلي الناس دي، لان ده بيبقى بعلم ربنا. ربنا بيجيب لك الناس دول في سكن او في مكان او في طريق او في اي حاجه، كون ان هم ايه يخلوك تبقى قوي، تبقى ناشف. ليه؟ لان انت ربنا سبحانه وتعالى بيعدك، مش كلام والله تنميه بشريه، ربنا بيعدك لمرحله تانية. ربنا بيأهلك لمرحله، فالمرحله التانية دي ما ينفعش تبقى فيها عبد الرحمن اللي هو لسه بادئ حياته. لا، انت لازم خلاص عظمك ينشف. عظمك ينشف ازاي؟ بالمواقف اللي انت بتشوفها. وربنا سبحانه وتعالى بيديك التحمل، بيديك الفلتر ان انت تفلتر العلاقات دي وتعرف ان انت تعدي وتروح مرحله تانية. في المرحله التانية بقى بيبقى الموضوع، اللعبه غير الموضوع الاولاني. ممكن ما يبقاش في العلاقات، ما انت خلاص عديت موضوع العلاقات. لو جه في طريقك علاقه مش كويسه، مش عارف ايه، بتتوهم انه فلانه بتحبني وهي بتستغلك، الموضوع ده خلاص انا قفلت بابه. عرفت تقيم مين اللي بيحبك، عرفت تقيم مين اللي بيكرهك، عرفت تقيم العلاقات الصح، عرفت تقيم العلاقات الصحيه، عرفت قيمه نفسك بالبلدي كده. والله بجد عرفت تقيم قيمه نفسك، ما استنيتش من حد ان هو يقيمك. لا هو لا على شكلك ولا على لبسك ولا طريقة كلامك ولا أي حاجة، أنت عرفت قيمة نفسك فبتنجح. فأنا بجد بشكرك والله العظيم يا صاحبي، أنت لفتت نظري للموضوع ده. عشان كده بس أنا قلت أعمل الفيديو ده بسرعة عشان خفت أنسى بصراحة. فيا جماعة ما تزعلوش من الابتلاءات اللي احنا بنقول، والله العظيم والله العظيم ربنا لازم يجبر بخاطرك. مش ده تقل على الله، بس ده حسن ظن فيه لأن هو عودنا كده. ربنا هيكرمك. الضغط اللي انت بتشوفه والمشاكل هيكرمك. والله العظيم انا عانيت في حياتي، وربنا سبحانه وتعالى كل يوم بيديني اشاره، بيديني حاجه حلوه، بيديني انه في مستقبل. هي انت بتقول ممكن اتاخرت شويه، بس ما تعرفش والله لو هي جت بدري في حياتك ممكن ما عرفتش تستخدمها صح، ممكن ادراكك ما كملش، ممكن حاجات كتيره جدا. فما تزعلش يا صديقي، يعني لو حصل معاك مشاكل، حصل معاك ابتلاءات في الحياه، مش عارف اختم ازاي يعني الفيديو ده. بس في النهايه يعني برضو بقدم شكر للناس اللي بتشترك والناس اللي بتتفاعل. وفي نهايه الفيديو يعني لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.